تفهمي الدنيا على حقيقتها، هنا بترتاحي وبتهدي. طول ما انت ماشيه كده في سوره الكهف تلاقي نفسك بتقولي طول ما انت بتعملي كده، دي معناها ان انت بتفهمي اكتر، تفهمي الدنيا اكتر، تفهمي حقائق الحاجه اكتر. الصوره اللي تنور لك الدنيا وتخرجك من ظلمات النور وتحفظك من الدجال اللي هو اعظم فتنه. فيش فتنه على وجه الارض اعظم من فتنه الدجال. بعد التشهد وقبل السلام على طول المفروض ان انت بتقولي اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. مفيش فتنه اعظم من دي. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله ان عندك وحي، الحمد لله ان عندك حاجه تهتدي بيها. ولم يجعل له عوجا. الكتاب ده ما فيهوش عوج. ذكرت عبديه علشان ليه ما قالش مثلا على رسوله بس او كده، لا على عبديه عشان النصارى اللي بيقولوا عن ان عيسى ابن الله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الا عبد. وبيقول لك لم يجعل له عوجا كمان هو الحقيقي. الصورة أصلا بتتكلم عن إيه بشكل عام؟ إن هي بتعصمنا من الدجال، تحفظنا من الدجالين عموما. اتكلمنا عن السكينة، اتكلمنا عن الرحمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. جميل قوي. كل شويه دكتور احمد عبد المنعم يجيب لك سيره النضاره القرانيه انها بتضبط لك بتعمل ضبط للسيتنجز. عارفه ضبط المصنع؟ عارفه انت للاسف الميديا والسوشيال ميديا والاعلام والمسلسلات والافلام والناس اللي بتطلع في برامج واخده شغلانه بس شغلانتها انها تعمل في الدين وتطعن، ودي تقول لك ان انت مش ملزمه، ودي تقول لك ان انت اهم واحده، وان انت وبس، واللي يقول لك الدين السنه مش مهم، وايه، وناس منا مش ناس حتى يعني مش مسلمين، ناس منا. يجي القران والوحي يقوم عامل لك مظبط كده ايه الفاكتوري سيتنجز. عارفه عندك الضبط عندك الضبط. ويبشر الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ان شاء الله عبده هي عبلوله اهو عملت لك عمل صالح وان شاء الله يبقى لنا اجرا حسنا ان شاء الله. لا ومش اي اجر بقى يا بنتي، مش اي اجر. اللهم صل على سيدنا محمد. انت الرشد محتاجاه جدا جدا جدا، عشان كده انت محتاجه سورة الكهف ومحتاجه الرشد ومحتاجه تسالي ربنا الرشد والرشد. محتاجه وقت الفتن. احنا في عصر مش الفتن ده، احنا الشيطان يعني مش محتاج يشتغل، فانت محتاجه الرشد خصوصا وقت الفتن. خصوصا وقت ايه بقى؟ فتن زي الحاجات بتاعت الطاقه والحاجات اللي طالعه لنا. حاجه وقت الاستضعاف. في اوقات تمكين المسلمين يمكنوا ونكسب وننتصر ونمكن في الارض، وفي اوقات تانية بتبقى اوقات استضعاف. انت بيبقى عندك مشكله وقت الاستضعاف، يقينك بيقل. ليه كده يا رب مش بتنصرهم؟ يجيلك وقت الاستضعاف انت بتفتني. ليه كده يا رب؟ البوست بقول لك الراجل اللي هو كتب يا حبيبي بوست يقول لا بقى انا زعلان ليه الراجل ده ربنا خده مش عارف ايه. انا ما تقولوليش انه في الجنه، ما تقولوليش انه ايوه ماشي بس برضه يا حبيبي ده تفكير اطفال. انا كنت بعمل كده زيك بالظبط. ليه يا رب بتسيب اطفال الشوارع؟ وليه يا رب الدنيا مش بتنصرناش؟ وليه يا رب سايب كده الشر في كل حته؟ وليه يا رب اهل الشر هم اللي بيكسبوا واحنا اللي متنايلين على عينينا، واللي يعمل خير هو اللي متنايل على عينه، والناس اللي ما تعرفش ربنا هي اللي بتكسب معاها ومعيشهم حلو. يا اختي شغل اطفال، ده كان شغل اطفال. طب بفكر كده شغل اطفال خالص. اللي هو ليه ماما بتشيل مني الحاجات الحلوه؟ بتقولي عشان ما تسويش اسناني بس هي مش عايزاني. لما انت كبرتي لقيتي ان ماما ده كان كلامها صح ولا لا؟ بتحبك ماما ولا لا؟ بتموت فيكي ولا لا؟ بس رحمة من ربك بيعمل حاجات انت مش فاهمة ابعادها ايه. انما اللي عنده رشد لا يجي وقت الفتن يثبت. لا انا كان زمان اشوف بقى الحاجات اللي بتحصل في البلدان دي اجزع وليه كده واحزن واعمل واخش في اكتئاب. ما بقاش الكلام ده يحصل. بقى ايه؟ ببص لها بصه قرانيه، النضاره القرانيه بقى.
الدرجه القرانيه فعلا هتعدل لك الدنيا كلها. ايه ده؟ ما شاء الله، كل دي شهداء، كل دي ناس رايحه على الجنه هناك، عماله تتمتع هناك ومستمتعه عادلنا كده، واحنا هنا زعلانين عليهم. زعلانه على ايه؟ زعلانه على ايه؟ انت اللي يتزعل عليكي، اسكتي. هم فوق متكئين على السرائر قاعدين كده، ونسيوكي اصلا، هم نسيوكي حضرتك، انت ربنا يتولاكي. هم فوق في دنيا تانية خالص، مش في دنيا بقى، في الاعلى، مش في الدنيا. انت اللي في الدنيا. والله انت اللي في الدنيا، في الدنيا اللي تحت، دنيا من الدنو. هم في الفردوس الاعلى مستمتعين، ونسيوا ان في حاجه اسمها ارض. هم دلوقتي ايه ده احنا متنا، ايه ده شهداء، ما خدناش بقى والله، ما حسيناش والله، كانت عباره عن قرصه بالنسبه لنا، قرصه قاعدين دلوقتي يلعبوا فوق مع بعض. يا الله. انت اللي محتاجه ربنا يتولاكي. فده رحمه ليهم واهاليهم. اللي صابر منهم واحتسب بيشفع في 70 من اهله. الفكره ان الدنيا صغرت والاخره كبرت. قلت لنفسي ايه؟ استضعاف، معلش خير، ادينا بندعي لهم، ادينا ربنا يا رب نبرأ يا رب اليهم من خذلهم يا رب، وادينا ببص لها بصه اني انا يا رب ما خذلتهمش اهو، انا بعت لهم حاجات وبساعدهم، وبنبعت لهم صدقات، وبنبعت لهم ياكلوا ويشربوا، وادينا وبندعي وما بننساهمش، ونتكلم عنهم على قد ما نقدر، وبنقاطع مقاطعه. بصلها كده، وان انا بعمل اللي عليا، وده سعي يا رب، وان شاء الله اكتبني في ان انا ما خذلتهمش ولا حاجه. ربنا بقى ينصر لهم دلوقتي وما ينصرهمش، ياخد شهداء ما ياخدش، دي مش بتاعتك. ليه كده؟ ليه كده يا رب؟ مش بتاعتك، رحمة من ربك، مش بس حكمة، رحمة. يا جماعة أنا ما بقيتش أقول لعله خير، بقيت أقول هو الخير. بس ربك رب خير، مش هيعمل حاجة شر، حتى لو في ظاهرها من بره إنها مش حلوة، بس ربنا ما بيعملش شر. ما بقيتش أقول لعله خير، بقيت لا هو الخير بس، خلاص. بطمن القلق والهلع وكده كل وقت عامله كده. دلوقتي دي راحت خالص. يجعل له عوجا، ان انت ما تشكيش في القران، لان انت للاسف يعني مع الوقت بقيتي تشكي في حاجه ربنا، مش تشكي في الحاجه. كتر الظن امر من السحر، كتر الفرجه على الافلام، كتر الفرجه على الفيديوهات بتاعت الشركيه، كتر ده هو اللي بيرسخ جواكي عقائد وقناعات، بيبقى بالنسبه لي وبالنسبه للدعاة صعب جدا ينزعها منك ويشيلها منك، فتبقي بالنسبه لي رافضه جدا اني لا تعتقد كويسين، رافضه جدا، صعب قوي اشيل. اصل القناعات دي انت بتتحفر في سنين. انت عايزاني في فيديو تتشال كده بسهوله؟ انا فاهمه ومتفهمه ومقدره فكره ان انت لا يا جماعه والله انا شايفاهم كويسين اهو، مقتنعه، انا حاسه بيكي، خليكي معايا للاخر، ما تقوليش لا ما انا مش حاسه. هقول لك دلوقتي على قصه حصلت، اصبري عشان بس ما تغلطيش غلطتي. ولم يجعل له عوجا، ان ربنا انه لقول فصل وما هو بالهزل. اختلف الناس خلاص، ما فيش يعني، ده اختلفوا وده قالوا كلام وده قالوا كلام، نجيب مين يفصل؟ نجيب مين يقول؟ بس لجنة التحكيم، احنا اللي هنقول الكلام الفصل، نفصل ما بين الحق والباطل. كلامي هو اللي هيتسمع. ليه؟ عشان انا الحق، عشان انا الكتاب ده لا ريب فيه، انه لقول فصل وما هو بالهزل. ده مش اي كلام، هزل يعني هبل، ده مش اي كلام. الكلام ده الوحي ده مش اي كلام كده، كلام من رب العالمين اللي لا ريب فيه، اللي ما تشكيش فيه. شكي في اي حاجه ثانيه، ما تشكيش في قرانك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
رشد اهو. الاكتئاب ده مرض لانه ما يعرفش غير علم ودراسه. جه القران قال لك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. بس الضغط هتصدقي العالم كله اللي هو عباره عن فسفوسه، العالم ده بالدكاتره بتاعته بعلمائه بكل العلم ده ولا حاجه بالنسبه لعلم ربنا، والله يعلم وانتم لا تعلمون. مع كل العلم اللي على الكره الارضيه دي رب الكون الفسيح ده ايه ده؟ احنا كده بقول لك فسفوسه، احنا فسفوسه ولسه بقى ايه؟ لسه في فسافيس ثانيه ورب العرش العظيم حاجه فوق كبيره. الناس اللي على الفسفوسه دي بتقول لك ان ده مرض. جه ربنا قال لك لا ده المعيشه الضنك. هتسالي هتصدقي مين؟ تقولي يا عبله معقوله هنكذب كل الناس دي؟ هقول لك يا بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكره الارضيه كلها غلط والرسول صلى الله عليه وسلم بس هو اللي صح. دلوقتي بقينا مليارات. ما تستهونيش بان حد صغنطوط زيي ما عندوش علم يطلع يقول لك انه والله انها العيشه الضنك ويفكرك بده. افتكر ربنا، افتكر اسماء وصفاته، فارتاح واهدى واطلع من الاكتئاب. قلق ليه؟ قلق ليه وانا ربي معايا؟ قلق ليه وانا معايا موكله ربي الوكيل؟ قلق ليه وانا ارزاقي في ايد الرزاق؟ اقلق ليه على حاجات انا مش قدها ومش قادره عليها لما انا عندي ربي الوهاب؟ اقلق كده فبتطلعي من الاكتئاب والعيشه. الطاقه اختبار مش دار جزاء. انت فهمت الناس انها دار جزاء وان لو هم مش عايشين النعيم زيك بالطياره الخاصه والاماكن الفارهه اللي انت بتروحها يبقى العيب فيهم والمشكله فيهم. لا، المشكله في تفكيرك انت وتفكيرك اللي انت عمال توصله لهم. انت كده بدا في الاول بيبقى فيه كده شهر عسل كده اللي هو ايوه الدنيا هتحلو اهو، وتبص تلاقي بعد كده كلام فاضي وبتمسكي فيهم. انت كل ما بتبني معاهم وبتحضري فيديوهاتهم بتحضري كورسات فيديو ورا التاني فكره ورا التانيه بتفضلي تطلعي معاهم ادوار 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 ادوار، وتيجي في مره فجاه تمسكي تلاقيه هوا فتقعي، ويوم ما تقعي بتقعي على جدور رقبتك. انا يوم ما وقعت كنت خلاص يعني بيني بقولك وبين الالحاد شعره. خلاص انت فين يا رب؟ انت سايبني كده اولع ليه؟ لاني كنت ماسكه في هوا. هما عباره عن وهم، حبل من دخان يقول لك امسكي هنا، تمسكي تلاقي ايه، خصوصا لو طلعتي معاه ادوار كتير يوم ما تمسكي هتروحي. اما انا عايزاكي تمسكي في اللي لا ريب فيه، لا ريب فيه، مفيش شك. حبل الله المتين، حبل الله المتين اللي لما تمسكي فيه ما تقعيش ولا تضلي. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا تضلي ولا تشقى. لسان مغرفة القلب هتبقى ان شاء الله سهل عليا وعليكي بامر الله. واحنا بنروح نلقى ربنا حبيبي يا رب. هتبقى بقى خلاص انا قلبي طول عمري بلا اله الا الله، فلما اجي خلاص رايحه له لا اله الا الله تبقى سهله ان شاء الله. الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اهلا وسهلا. اسم الله الاحد. محتاجه اسالك سؤال. وينذران بينذران الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كذب ما حصلش. عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش نبي، مش ابن الله. محتاج اسالك سؤال يا حبيبتي، انت مالك ومال عيد المسيحيين؟ مالك انت ومال ميري كريسماس؟ مالك انت ومال الكلام ده؟ هم بيحتفلوا بميري كريسماس يعني بعيد ميلاد المسيح ابن الله. مالك انت ومال القصه دي يا روحي؟ مالك انت ومالهم يا بنتي؟ انت بتاعت لا اله الا الله، اسم الله الاحد، والله احد. والاحد جت مره واحده بس في القران، سوره الاخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
انت مسلمه يا حبيبتي وعايزاكي ماسكه وعندك الرشد والرشد، انك ماسكه في عقيدتك، ما بتتكسفيش كده لحسن نقول ما نقولش ميري كريسماس لحسن يتقال علينا ولا لا. نخش نسلم عليهم، ازيكم حبيبتي عامله ايه؟ ازيك؟ اهلا وسهلا قوي قوي. سنه سعيده علينا كلنا يا جماعه، يا رب السنه الجايه كلنا نبقى كويسين وطيبين وبخير. بس مش ميري كريسماس ولا كل سنه وانتوا طيبين. كل سنه وانتي طيبه بمناسبه ايه؟ بس انا محتاجه اشرح لك الحته دي عشان مش واخده بالك منها خالص. ربنا قال في حديث قدسي بما معناه شتمني ابن ادم، سبني وما كان له ان يشتمني، او وما كان له ان يسبني، يعني انه يشتمني. ايه يا رب؟ مين شتمك؟ مين اللي اتجرأ عليك؟ قالوا ان ليا عندي ولد. قالوا ان ليا ولد، ان انا عندي ولد، وانا الاحد. انت لما بتخرجي ولما تحتفلي بميري كريسماس انت بتحتفلي بشتيمة ربنا. ترضيها؟ ربك حبيبك اللي عمال يتودد لك ويساعدك وينصرك ويرزقك ويكرمك. صحيح انت ما بتقوليش ان هو ليه ولد، انت مؤمنه، بس حد بيقول ده هتروحي تهنيه؟ كل سنه وانت طيب. على ايه؟ على شتيمه ربنا. كل سنه وانت طيب. هتعمليها؟ قادره عليها؟ متقبلاها؟ انا عن نفسي لا والله، يا رب ما يحصل. يلا نكمل بقى في سوره الكهف، وبنقول هنا ما لهم به فلعلك باخع نفسك. خلاص هون على نفسك يا رسول الله، انت هاري نفسك وتعب روحك وتعب نفسك وقلبك وشايل الهم على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، من كتر الاسف عليهم. هدي نفسك يا رسول الله، هون على نفسك. تخيل ربنا بيطبطب على حبيبه حبيب الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة. أدي زينة أهو. شايفة أنا شايفين منظر جميل. أنا استخدمت الزينة خليتها قيمة. دي كلمة خدت إيه؟ دكتور أحمد عبد المنعم يقول لك دي زينة مش قيمة. الدنيا زينة، حياة الدنيا زينة، انت اللي بتحولها لقيمة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. آدي واحدة من القوانين اللي جاية أكلمك عليها. ربنا ما يضحكش عليك يا حبيبة قلبي، ربنا ما يضحكش عليك. ربنا كان صريح وواضح، قال لك إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أنا مديكي الزينة، مديكي العتاد، ومديكي الشمس والقمر، ومديكي الجواهر، ومديكي الأسباب، ومديكي الحديد، ومديكي الألمنيوم، ومديكي الدواب والأنعام، ومديكي مسخر لك الكون كله في خدمتك. مش بتاعة الطاقة اللي هو الكون هو اللي هيعمل لك حاجات، لا مش دي. الكون خلق ربنا كله، ربنا خالق لك الكون كله لخدمة الإنسان، يطوع لك كل حاجة لخدمتك. أنت تبقى في خدمة الدين، تبقى أنت في عبادتي أنا بس. ولا تشركوا بربي أحدا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل ده رايح، كل ده هيبقى كده اهو، كل ده كل اللي انت شايفاه ده كده هيبقى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الحتة دي كل اللي جاي بقى دكتور أحمد عبد المنعم وشويه كده من الاستاذ من مهندس علاء حامد. في الاول خالص وهو لسه بيقنع الكفار والمشركين ان هو رسول وان هو يوحى اليه، مزمزقين ومش مصدقين وخايفين وكده. فاليهود قالوا للمشركين والكفار عايزين تعرفوا ان الرسول ده رسول ولا لا، اسالوه 3 اسئله. هم راحوا لايه؟ المشركين راحوا لاهل كتاب، لان اهل كتاب بيبقى ايه؟ دول اللي بيبقى عندهم يعني، لان خصوصا اليهود عارفين ان في حد هيجي في اخر النبي اخر الزمان وكده. فراحوا سالوهم هو ايه؟
قالوا له بص، سالوا على 3 اسئله دول، لو جاوب عليهم يبقى هو فعلا النبي ويوحى اليه. راحوا المشركين والكفار راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسالوه 3 اسئله بما معناها الحديث، عشان بس مش فاكره الحديث بالظبط، ان ما بال اهل الكهف، ايه عددهم، وبيحاولوا بقى يعرفوا هو انت نبي ولا لا بجد، ايه عددهم وناموا كام سنه وكده واساميهم وعمالين عمالين يحاولوا يدوروا على حاجه تدل على نبوءه محمد صلى الله عليه وسلم، بس كانت كلها حاجات سطحيه. عددهم، اساميهم، اشكالهم، ناموا كام سنه كده، الحاجات السطحيه اللي بتجيلك في اي فيلم، وينسوا الرساله الاساسيه اللي عايز يديها لك القران. خلاص خليكي فاكره الحته دي. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني، اني ما بال ذي القرنين، اسم علم هو اسم ذي القرنين، وكان كان ممكن في الارض وعمل حاجات جامده جدا وكده، فعرفنا عن ذي القرنين بقى ده ايه، مين ده. الحاجه الثالثه، ويسالونك عن الروح، اسالوا عن الروح. ربنا نزل، خليني اقول لك الحته دي الاول. سوره الاسراء هي اللي فيها السؤال عن الروح، ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. خلاص كده، الاسراء بعد الكهف على طول. وجت بقى جه الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله، شوفي ربنا لما يحب يأدب ويربي حبيبه. مش قادره اقول كلمه يأدب لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم مؤدب قوي، بس انا قصدي يأدب هنا يعني يهذب، يعني يعدل حاجه اتعملت غلط. بصي العتاب الجميل الرقيق الجميل اللطيف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اتسأل الكلام ده، في حاجتين حصلت. اولا، وهم داخلين عليه في الاول، والكفار قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم شيل لنا الناس الفقراء دول، مش عايزين نبقى قاعدين معانا. يا ريحه الفقر وحشه قوي، وشكلهم مش عاجبين، احنا عايزين علية القوم كده. فربنا اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، السابقون الاولون، انت صحيح هم بيقولوا لك طلعهم بره عشان يمكن يؤمنوا، لا، كان خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم بتحدثه نفسه انه يعمل كده. هو عينه يعني ايه، عايز حبيب قلبي يا رسول الله، عايز يدخل ناس الاسلام. فكانت خلاص نفسه تحدثه كده، كان خلاص هيقول معلش بس استاذنكم يا سابقون يا اولون، يا اللي دخلتوا الاسلام من بدري واتبعتوا هدي بسهوله وما ما 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 وحتوش كتير. بعد كده ربنا قال لا، ما تعملش كده، السابقون الاولون دول اهم عندي واحب عندي من دول، لا، دول ليهم قيمه، ده تشريع، ده مش اللي هو عشان خاطر ندخل ناس جديده فنحرج الناس القديمه، ولا نقول لها مش عايزينك، ولا معلش اصل هم بس عايزين، معلش بس نستاذنكم بس عشان يخشوا بس الاسلام. لا مفيش الكلام ده. لا، دول حبايبي، دول دخلوا الاول الاسلام، دول السابقون الاولون، دول حاجه ثانيه. اللي يخش في قمه الاستضعاف يامن ويبقى انا مسلم ويتحمل تعذيب وبهدله، مقامه مش زي مقام الناس التانية خالص. عامل بالظبط زي سورة الحديد اللي هو من أنفق قبل الفتح وقاتل، اللي أنا خدت منها الفكرة بتاعت الصدقة، اللي هو روحي على الفيديو بتاع الصدقة عشان تفهمي أنا عملت إيه. جميل الفيديو ده، أنا بحبه، الفكرة اللي فيها حلوة. دي واحدة من الحاجات اللي حصلت. الحاجة الثانية اللي حصلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله، نسي يعمل حاجة مهمة قوي، نسي إنه يقول إن شاء الله. ليه؟ بعد ما هم سألوه قال لهم هقول لكم، هرد عليكم، ونسي يقول إن شاء الله. فانقطع الوحي. سمعت من دكتور من مهندس علاء حامد تقريبا أسبوع 15 يوم تقريبا، قعد شهر كامل، مش متاكده شهر كامل ولا لا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مستني ده. في ناس لحد دلوقتي هتصدق يا لا بنبوءه محمد صلى الله عليه وسلم وان هو فعلا رسول ولا لا. وبقى الشكل مش حلو خالص، يعني دلوقتي مش بس شكله، يعني انا واحد يهمه جدا ان الناس تخش الاسلام، يا نهار ابيض فين الوحي؟ يعني جاي الوحي دلوقتي يتاخر. لو هو كان مش رسول الله وكان بيألف من عنده كان نزل بأي حاجة وخلاص، زي ما الناس بتوع الطاقة بيهبدوا أي هبد وخلاص، أي تأليف عشان يطلع نفسه من شكله. كل ما حد فيهم يتزنق زنقة يقوم هابد أي تهديد. إنما اللي على حق مش فارق معاه شكله،
الداعية الصادق مش فارق معاه شكله، فارق معاه انه يحق الحق ويقول الحق وخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم لو ما كانش يوحى عليه كان قال لي اي حاجه وخلص نفسه عشان بس شكلنا ما يبقاش وحش، عشان ما تكدبش. انما استنى، ان هو الا وحي يوحى، انا مش هالف من عندي صلى الله عليه وسلم. فراح ايه، راح ربنا راح منزل تقريبا بعد شهر، انا مش فاكره والله، راح منزل سوره كهف كامله مش متقطعه. في سوره بتنزل مع متقطعه كده، راح دي نازله كلها من اول لاخرها كامله. وربك يعاتب محمد صلى الله عليه وسلم عتاب بص لطيف ازاي، يقوم قايل له بعد ما حكى القصه، مش مثلا يعاتبه الاول بعد كده يحكي له قصه، لا، بعد ما يحكي له القصه يقوم قايل له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. هنا بقى قصه ايه؟ اصحاب الكهف، انت طبعا عارفاها وحافظاها من وانت نونه. اذ اول فتيه الى الكهف. احمد عبد المنعم بيقول لك ان اول مشهد خالص في الفيلم، يقول لك فيلم كده بدايه كده التتر كده من اوله كده، ربنا بيقول ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. اوعى تكون يا محمد صلى الله عليه وسلم فاكر اني فكره، انا هحكي لك القصه وكل حاجه، بس قبل ما احكي لك القصه خليني افكر الايه المسلمين من بعدك، الكلام ده ليكي. اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، ان هو ده كده اعجب حاجه في الكون. كل الناس مستنيه، والمشركين والكفار مستنيين يحكي القصه الغريبه بتاعت اهل الكهف اللي ناموا كذا سنه والناس بعد كده شافتهم وبعثوا، وهو طلع بجد ولا مش بجد، والموضوع حقيقي غريب، وايه ده ايه ده يعني الموضوع اول ما تسمعيه تقولي ايه سبحان الله. وفي استطراد كده ربنا ولله المثل الاعلى بيعمله لمحمد صلى الله عليه وسلم وليكي، بيقول لك اوعي تفتكري ان قصه اصحاب الكهف دي كده عجبه. ده الغروب والشمس اللي هتقع كمان شويه دي، ده عجبه برضه، المفروض تقولي عليها سبحان الله. كل نبته تحت الارض وبتطلع وبتزرع دي تقولي سبحان الله عليها. اللي عمل الاعجازات والايات الكبيره دي كلها قادر يوريني اعجاز في حياتي، قادر يوريني استجابة دعواتي، قادر يغير لي الدنيا كلها عشان خاطري وعشان مصلحتي، قادر يخرجني من ظلمات للنور، قادر يحسن لي حياتي، قادر يطلعني من الاكتئاب، قادر يديني دعواتي اللي انا بدعيها، قادر انه يشغلني، قادر انه يجوزني، قادر. مشهد خالص اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول مشهد في الفيلم خالص إنك بتشوفي فتية بيأووا إلى الكهف، بيجروا على ربنا وبيدعوا. ده أول مشهد. بعد كده يجيب لك بقى فلاش باك يقول لك هم ليه كانوا بيأووا إلى الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. عشان لسه قايله لك من شويه ان هو ده الكلام الحق قرآنك. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ده الفلاش باك بقى. اتاريهم عملوا ايه؟ اتاريهم قالوا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. في وسط كده الملك ده وملك كده كبير جبار وبيبطش، ممكن يبطش باي حد، راح قالوا ايه؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. في وسط كده الايه؟ في وسط الجبروت ده يقوموا قايلين ايه؟ قايلين لا هو لا إله إلا الله، توحيد، الله الأحد. يقوم الملك ايه؟ طب هاتوهم لي بقى، وهاتوهم لي دي يعني هيخلص عليهم خالص، مفيش هزار. هنا من الحكمة ان احنا نطلع تاني برضو نقول لا اله الا الله ونحاول ندعو في الملأ كده، ولا نأوي الى الكهف بقى. عشان لسه قايله لك من شويه هيبقى عندك حكمه ورشده ورشد تعملي ايه امتى؟ لن ندعو من دونه الها هؤلاء قومون اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اللي بيقولوا على الكلام بغير علم
بتوع الطاقة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. جميلة كلمة ينشر. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس، يا سلام بقى لما أنت تقولي لا إله إلا الله، توحيد الله الأحد، وذكر طول الوقت. عايزة تتعاملي معاملة سبيشال، ذكر طول الوقت، لان الذكر طول الوقت حتى لو مش بحضور في الاول هو اللي بيجيب ذكر بحضور، بعدين هو اللي بيجيب ذكر بالقلب طول الوقت، ان طول الوقت ربنا في دماغك. اذ قاموا فقالوا ربنا ربنا اتنا من لدنك رحمه انك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. كل كلامهم ايه؟ ربنا 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 ربنا، اول حاجه في دماغهم ربنا. فلما كان في دماغهم ذكر طول اليوم، ربنا ذكر طول اليوم، اتعاملوا معامله سبيشال، يسخر لك الكون عشانك بقى، هو ده. وترى الشمس، تطلع الشمس كده الصبح، ايوه انا الشمس هاجي انور الدنيا، بس انا ماموره من رب العالمين ان في كهف هناك قوي، شمس كبيره اهي والارض قد كده اهو، في كهف هناك يعني صغنن جدا جدا هناك في اخر الدنيا، انا افضل اجي كده عشان ما اضايقهمش، واجي انا الشمس واجي كده اهو عشان ما اضايقهمش، ماموره مسخره، بتعاملهم هي كمان بتعاملهم معامله سبيشال. ليه؟ انا ربنا قال لي. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهادي ربنا يا بنتي، ادعي ربنا بالهدى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اهدنا الصراط المستقيم، تقوليها 17 مرة في اليوم. بتقيم الصلاة مش بتصلي، مش عايزاك تصلي، انا عايزاك تقيم الصلاة. اياك نعبد واياك نستعين، ركزي اشحني، محتاجة ربنا. ربنا بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اني هيقعدوا يتنازعون بينهم امرهم، ابنوا عليهم بنيانا لنتخذن عليهم مسجدا، ويقعدوا يقعدوا من الاخر يهروا ويسيبوا الهدف من وراء القصه. الحاجة الثانية انه هيقعدوا برضو يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سيدنا كلبهم. قل ربي اعلم بعدتهم. يعني مش اولا ان ربنا هو الوحيد اللي عنده العلم المطلق، ثانيا مش هو دي الهدف من ان نعرف القصة، عشان اللي هو ايه الناس التافهة اللي كانوا بس عايزين ايه، مجرد بس عايز يعرف مين هم كانوا قد ايه، واللي هو ايه مجرد بس عايز متشوق يعرف القصه يسمعها بس كده. مش هنقضيها قصه، انت عايزاني اطلع لك احكي لك قصص بس؟ بحكي لك قصص عشان اشجعك، عشان اقول لك فعلا ده شوف اللي حصل معايا ايه، عشان اغريكي، عشان بالصدق وبالامانه يا بنتي والله. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم ما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. لو الغرب ولا الدراسات ولا الكلام ولا الابحاث ولا كده قال حاجه وحكم بحاجه وربنا قال حاجه، لا ما تشركش في حكمه احد. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. خليني هنا اقول لك على على اكتر من حاجه. اولا سريعا كده، ان ربنا لما جه حفظهم بايه؟ انا قاعد يقول لك صاعقه نزلت من السماء وانقذتهم، لا مش ده اللي حصل. بيقعد يقولها بطريقه تضحك كده، انا عايزه اقولها لك والله مش عارفه اقولها لك بطريقته يعني، بس زلزال 10 ريختر جه، مش هو ده اللي حصل. ربنا حفظهم ازاي؟ حفظهم بالنوم، ما دخلوا ناموا اذ اوى الفتية الى الكهف، بس كده. عايزه اقول لك ان هنا ايه، ربنا يقدر يجيب لك حل لمشكلتك اللي انت شايفاها عويصه جدا. عايزاكي تتخيلي قريه كامله كل المدينه اتفقت عليكي انت و6 صحابك وقالوا هاتوهم اللي يجيبهم لي هدي لهم مكافاه عشان نخلص عليهم. هتروحي فين؟ هتحلها ازاي يا رب؟ منين يا رب؟ هينفع ازاي يا رب؟ ربنا واسع، يجيبها لك من اي حته. يعني يحصل ايه؟ تقول الكهف ويناموا، بس خلاص الحل جه. شكرا. قادر ولا مش قادر؟ ترتاحي ولا ما ترتاحيش بعد ما تقري ده وتقولي
ربنا القادر اللي قدر يعمل ده مش هيقدر يحل لي مشاكلي؟ فتبصري فترتاحي. عرفتي ليه بنقرا كهف كل اسبوع؟ الظالم اللي هيقضي عليهم قال ايه؟ هاتوهم لي عشان ايه؟ نخلص عليهم. ادي ابتلاءات وايه؟ ومشاكل جت من ورا الايمان الاولاني. فانت محتاج ايمان اكثر. فاكره ما بقول لك بتترقي؟ ابتلاء اهو، فتترقي فيزودك ايمان ويمدك بايمان تاني عشان تثبتي على الامه اللي قمتيها دي. انا قلت ايه؟ لا اله الا الله. طب ايه حصل؟ مشاكل، ناس عكستني، ناس هجمتني، لا يوم ربنا فزدناهم هدى وزدناهم هدى عشان تكمل. اثبت زي ما انت مكمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان عشان ايه؟ انت يا بتاعت الطاقه، انت يا بتاعت الطاقه، ربنا معاكي ما تقلقيش. ماشي؟ يعني يوم ما هتقولي خلاص قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض انا لا ندعو من دونه الها، مفيش طاقه، مفيش كلام فاضي، مفيش قانون جذب، مفيش شفرات، مفيش اكسسوارز، مفيش تمائم، مفيش حظاظات، مفيش اي حاجات تولبه دي ولا معرفش تبله ولا ايه البلاوي الزرقاء اللي طالعه لنا دي. بندول اسلامي، ابراج. من اتى عرافا فصدقه. انت يا بتاعت الاعمال، انت يا بتاعت العرافين، انت اللي بتروحي تشوفي تقري الكف ولا الفنجان، ولو حتى على سبيل الهزار. لو احنا قاعدين كده بنهزر، لا احنا مش مؤمنين بالحاجات دي، لا اله الا الله، بس احنا على سبيل الهزار كده، على سبيل التسليه يعني. قررنا كده بصي كده في هنا مش عارف قطوطه، في هنا مش عارف ايه، بتقوم واحده صاحبتك قايله لك كلمه كده ايه رجما بالغيب كده، اي كلام تحبطك في الموضوع، يمسك في دماغك وتفضلي قافشه فيه وتقولي دي كده نذير شؤم كده، انا بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، الحركات العبيطه دي. تشوفي مثلا رسمه على الارض فتحوليها لحاجه فتقتنعي ان ده اللي هيحصل كده. عارفه انت الهبل ده؟ شركه اصغر يودي على شركه اكبر. انت لو مش شايفه ان حاجه الطاقه دي شططه فانت في مشكله كبيره، ما انت محتاجه الرشد، فانت محتاجه تصلي على النبي كتير. ايه بقى الحاجات اللي تجيب الرشد، تجيب نور، تخرجك من ظلمات النور؟ عندك حاجتين في اهم ما يكون: سوره الكهف، تدبر سوره الكهف. مش خلصنا سوره الكهف النهارده، يا سلام الحمد لله. تدبر سوره الكهف عشان طول ما انت بتقولي انا عايزاكي طول ما انت بتقري القران تقولي هي طلع كده مش كده، ده طلعت الدنيا دار اختبار مش دار جزاء، ده طلعوا ان الطاقه مش طول ما انت بتعملي دي، يبقى انت الدنيا بتنور في وشك كده، بتطلعي من الظلمات للنور. في وسط ما الكهف موحش ومظلم وجابش مثلا بيت او تسخبوا في بيت، لا تسخبوا في كهف. اول ما بتخيلي كهف بتخيلي ايه؟ جوه ضلمه موحش مفيهوش حد، اللي هو انت لوحدك كده وحاسه في انس بالله، كانوا ذاكرين لله. واجمل ما في الموضوع برضه انه يقول لك ايه؟ في صحبه صالحه. ربنا انت لو قلت قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ربنا يقوم مهيئ لهم صحبه صالحه عشان ما يبقاش واحد مثلا اللي بيقول في قاعد في الكهف لوحده مثلا. برضه من رحمه ربنا انه يبقوا 7 أو 8. قل ربي اعلم بعدتي. لكن في الاخر برضه هم ايه؟ انس بالله. الكلمه دي مهمه خالص. جبنا سيره الصحبه، راح جالك هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة يعني الصبح، عشي بالليل، يريدون وجهه، مش عايزين حاجه غير ربنا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما بيفتكرناش خالص، واتبع هواه وكان امره فرطا. بتوع الطاقه ماشيين ورا هواهم خالص. وتكوين، والناس اللي طلعت تعمل في البخاري وتشككك في الدين وتشككك في السنه الصحيحه النبويه وتنكر السنه، واللي يقول لك ان ده كده شرك. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. واحنا اتفقنا ان ايه؟ ان الزينه انت تحوليها لقيمه. وقول الحق من ربكم. بعد دكتور احمد عبد المنعم قال حته هنا اخد لي بالي منها، بيقول ان بعد ما يوريك ايات ربنا، يوريك قصه، يديك حاجه قلبك رق، قلبك فهم، ابتديت يبقى عندك رشد شويه، يقوم يديك بعدها امر اللي هو اتهيأت، قلبك تهيأ، فهمت اللي فيها. طب خد بقى وقل الحق من ربكم. ليه؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا بيقول لك على فكره ده مش براحتك، اللي عايز يعمل واللي ده كانه تخيير، لا ده نذير، ده انذار، ده تهديد، كأن حد ولله المثل بيقول لك على كيفك.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماشي، بس ولكن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يا لهوي على المشهد ده، لازم تروحي عند أحمد عبد المنعم تسمعي منه المشهد ده. جو ساعة وأنا ابتديت أعمل كده أهو. الكلام طالع عامل كده. أنا حتى صوابعي زرقت. ياما يابا. احنا كنا بنقول ايه؟ إن أعطبنا وإن يستغيثوا. يا خبر أبيض عليا وعلى سنيني. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. معلش أنا بترعش بجد، معلش اعذريني. اللهم صل على سيدنا محمد. اثبتي يا بنت، اثبتي. احمد عبد المنعم شرحها حته شرح ووصفها حته وصف. يا الله، انت قد الكلام ده. انا عايزه اسالك سؤال معلش. انت يلي ماشيه ورا حاجات شركيه، والشرك ده يعني لابسه مش في الحيطه. انا كنت دايما اقول لك مثلا في ايه، في الدنيا هنا مثلا، ولا كده في حاجات انت عماله تبوظي الدنيا وتعكي، اقول لك انت لابسه في حيطه. المره دي بعد الشر عليك يا رب، وربنا يهديك ويطلعك من ظلمات النور يا رب، اللهم امين. انت لابسه حبيبتي، انا بس مش عايزه اقول الكلمه دي، بس يعني الناس اللي بتعمل كده لابسه في جهنم يا روحي، لابسه في جهنم وفي خلود فيها هناك. انت قد الكلام ده؟ يعني انت قد الكلمتين دول؟ انت قد الكلمه بتاعت إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا يعني عارفة، تخيلي كده الكاف عمال يقول الحقونا عايزين نشرب، ادونا بس شوية مية. في سورة الأعراف آية بما معناها، وإني بصوا للي نادوا أهل الجنة قالوا له ادونا بس شوية مية، بس بق مية، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، حاجة كده، بق مية بس، بق بس، ادونا أي حاجة بس. ربنا يعمل إيه؟ عارفة الاستهزاء كمان، عارفه اللي هو عايز تشرب خد، عارف لما حد بيعمل لحد كده ويشتغلوا ويبعتوا كده اللي هو خد اشرب وبعد كده يطلع كده، لا ده بقى فيه انيل من كده، يقول له خد اشرب اهو، وان يستغيثوا يغاثوا، حاضر اديك ميه، بس يلاقيها ايه؟ يلاقيها يغاثوا بماء كالمهل، زيت مغلي يشوي الوجوه، الميه بس البخار بتاعه يشوي الوجوه. انت متخيله؟ بئس الشراب، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ساءت مرتفقة قيل ان هو ده أسوأ صحبة. كل النيلة اللي شفتيهم على وجه الأرض متجمعين تحت، هتلر بقى وماسوليني وترتب على المؤمنين. يعني انت أول ما تسمعي كلمة بئس الشراب وساءت مرتفقة، فربنا وكأنه ولله المثل بيقول لك ده مش ليكي، تلاقيش، بيطمن قلبك، بيلطف بيكي، يحس بيكي ان انت يعني هول الكلام وكده، فيقول لك لا 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 لا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ايمان يجيب عمل، ايمان وعمل. ايمان يعني عقيده صحيحه. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. واجمل ما في الموضوع ده انت اجرك في الاخره واخداه وفي الدنيا واخداه، واتيناه اجره في الدنيا. كان بيتكلم عن سيدنا ابراهيم. والله يا حبيبتي، وهقول لك اولئك لهم جنات وعدن. جنات وعدن، كلمه عدن ما جاتش كتير في القران، معناها الاستقرار. يعني يا حبايبي اهل الكهف سابوا ارضهم وراحوا قوي للكهف، وفي ناس تانية يا حبايبي اللي هاجروا واللي اتشردوا من بيوتهم، واللي اتشردوا من بلادهم. يا ربنا يقول لك ايه؟ مش عملت ده عشاني، كان في سبيلي عشان تقول كلمه حق، خلاص انا بقى ايه؟ ابدل لك بقى. شوف بقى ربك الشكور يوم يبدلهم ويعوضهم بايه؟ بجنات عدن، المستقر، قرار، خلاص قاعد فيها كده ما حدش يزحزحك بقى خلاص. يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب. شوف انا قبل كده كان بيقول لك ايه؟ بئس الشراب وساءت مرتفقه، هنا يقول لك نعم الثواب وحسنت مرتفقه، احسن صحبه هناك ان شاء الله. واضرب لهم
مين بقى لهم دول؟ اختلفوا في الكلام، بس خليني اقول لك واحده من الحاجات اللي قالوا عليها. عشان لسه من شويه كنت بقول لك ان قريش اللي هم ايه، ان اللي هم كانوا مشركين وكده كانوا بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا خرج لنا الناس اللي هم دول، خلاص لا مش عاجبيننا. ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ان واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وكان عايز يقول له بدل ما تنصحهم بشكل مباشر يعني ان الفكره مش فكره غني وفقير، ده اولا ممكن فجاه كل الملك ده يضيع، وممكن الاحوال تتبدل زي ما هيحصل دلوقتي في القصه، ان الاحوال تبدلت بعد ما كان واحد انا اكثر منك مالا واعز نفرا دخل ايه جنته هو ظالم لنفسه ان ايه وهي خاويه على عروشها. ما يعني الاحوال ممكن تتبدل في لحظات، فربنا عايز يقول له ايه؟ قول يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين ان الاحوال ممكن تتبدل، وان الغني يبقى فقير والفقير يبقى غني في لحظه. لكن احنا عندنا حاجات ثابته ان لا احنا نحترم الايه السابقون الاولين. كلتا الجنتين اتت اكلها. انت بقى تروحي تشوفي تفسير وتصنيف كده واستمتعي. انت بعد كده لما تتفرجي كتير على تفاسير القران وتدبر القران هتستمتعي اكتر بكتير من لما تقعدي تتفرجي على افلام ومسلسلات. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. تخيلي الراجل نهرا، تخيلي الراجل عنده جنتين وبينهم نهر، يعني وبينهم كلها زرع كده، يعني خير ما يعلم به الا ربنا. حد كده زي من اغنى اغنياء العالم دلوقتي. لكن المشكله اني وكان له ثمر فقال. جالك الثمار، معاك كل حاجه، معاك الاموال والعتاد والسلطه والنفوذ والتربتتو. طيب قال لصاحبه وهو يحاوره انا، اول حاجه قالها لا انا نسب الفضل لنفسه، انا مش ربنا كرمني، ربنا اداني، ربنا رزقني. لئن شكرتم لازيدنكم. تشكر ترجع الفضل لله وتنفق منها وتقول ده ربي ما شاء الله لا قوه الا بالله، لازيدنكم. النعمه مش بس تدوم، تزيد. عكس كده تروح. اهو امثال ضربنا لهم الامثال، حكايات قصص، مش عشان نتسلى، عشان نقول المفروض اعمل كذا. تمام. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. بص انا عندي ايه، بصوا الدولارات، بصوا الطياره الخاصه، بصوا النعيم اللي انا فيه. توثق بيعملوا الحركات دي اللي بيعتمدوا على الابهار البصري. دكتور احمد عبد المنعم قالها، يعتمد على ان بص النعيم، بص الفلل، بص القصور، بص سبايك الذهب اللي جنبي، بص الطياره اللي بتطير في الهواء اللي بتتو. عشان ايه؟ عشان يقنعك بالفكره، عشان تقول لا طالما هو عايش النعيم ده يبقى انا اعمل زي ما عمل، واقول زي ما قال، وافكر زي ما بيفكر، يمكن انول النعيم اللي هو فيه. تروحي هناك ما تلاقيش نعيم فتحبطي وتسيبي الدنيا خالص بقى، اللي هو يلا نلحد ونكفر بقى. يبقى انت اللي جبتيه لنفسك ولا لا؟ يبقى انت اللي جبتيه لنفسك، انت اللي امنتي بحد ربنا قال لك لا بئس للظالمين بدلا. ليه خدتي بدل بالناس دي، بدل ده، بدل الهدي القراني ده؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ما الكلام ده هيفضل كده موجود ويزيد، مش حد هيقدر ياخد مني الكلام ده. وما اظن الساعه قائمه. مفيش ساعه، مفيش ربنا، مفيش بتوع الطاقه بيقول لك مفيش جهنم على الارض، اللي هو الاكتئاب والهلع والحاجات دي. هو شويه شويه عمال يا عيني كلام عن الطاقه لحس دماغه لدرجه ان يعني بقى بقول لك هو واخد هو الميزان بقى، خد الكلام بتاع الطاقه والهندوسي والبوذي والكلام ده كله بقى هو الميزان اللي بيقيس عليه. لو هم الهندوسي والبوذي قال ما فيش اخره وفي هنا، لا يبقى هو هنا فعلا. النعيم هنا يبقى هو النعيم هنا، جهنم هنا يبقى هو جهنم هنا. بس هو مصدق ده وعايزك تصدقي. ليه؟ فيك اكاديميات، في استشارات، في حاجات، في دولارات، في ودنيتك على فكره هتتصلح. انا مش انا برضو شوفي، رغم ان انا المفروض يعني انا كده بنقذ الناس من النار، احنا ما بنهزرش المره دي، لكن فعلا هفهمك ليه الشرك مش حلو للدنيا كمان. هفهمك حالا دلوقتي. ولئن ارددت الى ربي لاجدن
خيرا منها منقلبا. ده ان ايه؟ ده ان كان في يعني بعث وكده واخره فعلا، لا انا هلاقي هناك كل حاجه حلوه برضه. على اي اساس انا ما اعرفش، خد منين يعني خدت منين الختم؟ انا مش فاهمه. هي خدت التذكره خلاص يعني، مش عارفه. فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ بص صاحبه وهو يحاوره، هنا هو بيدعو إلى الله أهو، وبيقول اللي عنده اهو، فبيقول له أكفرت بالذي خلق، مش أنت كافر أنت بتعمل، لا بص بيكلمه إزاي، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. احمد عبد المنعم بيقول كلمه جميله جدا هنا، بيقول اشمعنى هنا جاب سيره بس، اشمعنى قال دول الاثنين دول بس؟ ليه ما قالش مثلا زي سوره المؤمنون ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين؟ ليه ما قالش كل الترتيب ده يعني؟ ليه اشمعنى؟ في سوره المؤمنون كان بيتكلم عن الخلق، انه عايز اوريك قد ايه هو ربنا تبارك الله احسن خالق، هو احسن من خلق. انت يوم ما لما بتخلقي حاجه او تكريت حاجه، انت بتخلقي حاجه على تمبلت قبل كده، على سامبل قبل كده، على يعني ما بتبدعيش حاجه من دماغك، انت بتعملي حاجه شبه حاجه قبل كده، كاميرا شبه العين اللي ربنا خلقها. انما احسن الخالقين مين؟ اللي هو المبدع، هو البديع، هو اللي ابدع وخلق الحاجه ما حدش عملها قبله، انما انت بتعملي على حاجات على حد عملها قبلك. ليه بقى ليه اختار خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ عشان بيقول لك ان النطفة والتراب فيهم اهانة، عايز يقول له يعني انت متكبر على ايه؟ متكبر على ايه؟ ده انت حتة نطفة في التراب. اقر بالاسلام، انه قال له ايه؟ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا لسه عارفة المعنى ده من يومين اتنين. يعني ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ عشان انا كنت فاكرة انها يا ما شاء الله يا ما شاء الله كده، هو دي كده معناها يعني لما تشوفي حاجة يا شيخة قولي ما شاء الله كده، ايه الحتة دي بس انا فاهماها، كنتش واخدة بالي خالص من المعنى الحرفي والتفصيل بتاعها. يعني ايه؟ معناها ان الحاجة دي ما كانتش هتيجي الا لما ربنا شاء. انا كنت مش واخده بالي على سهولتها، انا مش واخده بالي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حتى تعبك ده، حتى سعيك ده، حتى الاسباب اللي انت عايز تاخد بيها برضو قوه من ربنا، سواء اسباب ماديه انت بتاخدها ربنا رزقك بيها، او قوه نفسيه ان انت تسعى والعلم والتفكير والابداع وكل ده من عند ربنا برضو. ولا اشرك بربي احدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الحته دي انا كنت بقراها ازاي قبل كده قبل ما افهم؟ بصي عشان تعرفي تدبر القران لما تفهميه بتقريه بشكل مختلف وبتفكري بتاخدي يعني بيبقى انطباعك مختلف. انا كنت بقراها ازاي قبل كده؟ بصي الانتونيشن يعني طريقه الكلام، كنت بقراها لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، اللي هو يعني كانه بيقول له يعني انا اكمني غلبان، يعني كنت بقراها كده يعني بتفكيري، يعني مش بقول كده بتفكيري بالانتونيشن ده، اللي هو ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، اللي هو يعني انت اكمني غلبان، بتتمسخر علي، عمال تقول لي ان عندك حاجات حلوه وكده. لا اتاري ايه؟ ما تقريش كده خالص. هي المفروض تتقري ازاي؟ اني ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. سهله جدا على ربنا اني انا اقل منك مالا وولدا، بس انا عشان مؤمن والايمان دخل قلبي ومتيقن في ربنا اني بكره ادعي دعوه بمنتهى اليقين، وعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يبقى الحال يتبدل، يعني مش بس انا يرسل عليا فانا ابقى زيك، لا ده احنا الحال يتبدل خالص، انا اللي يبقى عندي جنات وانت تصبح صعيدا زلقا، او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. كل ده يروح كده.
وأحيط بثمره. أحيط بثمره هنا، ثمره مش هو بالنسبة له، هو في حالته هو الثمار بتاعت الجنة فعلا، والزرع والتفاح والمانجا والعنب والكلام ده، لكن الثمار اللي انت بيؤتاها أي واحد عمل حاجة أو سعى أو بنى شركة، عنده خدم وحشم، عنده سلطة ونفوذ، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يعني كله وقع خلاص، كله بقى ركام كده، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. حتى ناس يعني هو نسب بس الفضل لنفسه مش لله، كان شرك، يعتبر شرك أصغر، وخلاه يستغنى عن ربنا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، بعد ما كان بيقول أنا أعز نفرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تسمعي كلام ربنا يتولى أمورك، وتاخدي ثواب وخير عقبا، يبقى العاقبة ليك انت، العاقبة للمتقين. وقيل هنا الولاية في قراءات تانية الولاية، بس هم مالوا للولاية، ان يتولى الولي، ربنا الولي يتولى امورك عن قرب، يبقى يشوف امورك اللي فيها مصلحة ليك بالظبط، اللي فيه مصلحة ليك. انما انت لو جه مثلا حد غريب عنك ما يعرفش عنك حاجة وتقول له مثلا النبي الله يكرمك اعمل لي دي، هيشوف اللي ليه مصلحة ليك من وجهة نظره هو مش عارفك كويس، انما اللي عارفك كويس اكتر من نفسك وهو اقرب اليك من حبل الوريد، وانت باني قصة حب معاه، فانت هو ملازمك طول الوقت، وكده كده ربنا معاك طول الوقت، فبيعمل لك اللي فيه خير ليك بالظبط واللي يصلح لك، وفي الاخر حتى لو الحاجة شكلها مش حلو فهو رحمة من ربك. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. خلصنا القصة، نيجي بقى على عارف اللي هو ايه السمري، عارف لما كنا بناخد كده قصص ونيجي نقول لك ها السمري ايه، الثيم ايه الفكرة، ايه الفكرة الرئيسية ورا الفكرة الرئيسية ورا ايه اللي عايزين نطلع منه من القصة دي، ايه الفكرة، ايه الثيم؟ المال والبنون زينة. اوعى تكون اتخدعت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قيل ان الباقيات الصالحات الحاجات اللي هي ايه؟ اولا الحاجات هي الباقيه لك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا ورايحة، كل ده كل اللي على الارض ده، كل الارض كلها باللي فيها باللي عليها باللي تحت الارض كله 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 كله. ايه اللي باقي؟ في 3 ماشيين وراك لما انت ان شاء الله كلنا رايحين، حد كله نفس ذائقة الموت، 3 هيمشوا وراك، 2 هيرجعوا، واحد اللي هيتبقى لك. الاهل والمال هيرجعوا واللي هيتبقى لك عملك. البقيات الصالحات هي اللي باقيه، قيل انها الصلاه، اقام الصلاه، وقيل انها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وفي روايه ثانيه ان معاها لا حول ولا قوه الا بالله كمان. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ما فيش في الفصل ولم نغادر منهم احدا، وعرضوا على ربك صفا. قيل انه ده عرض خاص، يعني ده للظالمين، تعالوا بقى كده الصف بقى كده، يلا عارفه اللي ايه، يلا قفوا لي بقى كده اما نشوف بقى حسابكم ده ايه كده، ولله المثل الاعلى. لقد كانه هيتقال كده ولله المثل الاعلى، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. قيل ان اول مره دي يعني ايه، جايين ايه حفاة عراة بدون اي حاجه خالص، ما كانش معاكم حاجه اهو، زي ما كانش معاك حاجه هناك برضو، جاي على فيض الكريم انت وبرضو مش معاك حاجه خالص. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، مش كنتوا بتقولوا ما فيش بعث وما فيش لقاء ربنا؟ في اهو، ها ايه الاخبار بقى؟ ووضع الكتاب، عايزك تتخيلي معايا بقى التخيلات دي. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، باصص لكتابه اللي هي بقى ايه، فمن يؤتى كتابه ايه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي، ايوه اني ظننت اني ملاق حسابيه. بص كتابي، بص يا سيدي الكتاب بتاعي، هو في عيشة راضية في جنة عالية.
على عكس بقى الاساتذه دول، يا ربنا يا رب يتوب علينا من اي حاجه من مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا رب العالمين. اما هنا بقى ووضع الكتاب، كل واحد خد كتابه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يا لهوي، كانوا بالظبط بيقول يا لهوي ايه ده، ما لهذا الكتاب. احمد عبد المنعم بيقول من كتر الرعب تقريبا هم بيقطعوا في الكلام، يعني بيعمل كده بالظبط بس انا بمثلها، يعني اللي هو بدل ما يقول ما لهذا الكتاب قال ما لي هذا الكتاب. عجبتني قوي يعني اللطيفه دي. ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ لا يغادر صغيرة، حتى الصغير مكتوبة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كله موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كله موجود، كله محسوب، كله محصي. أحصاها حتة حتة، تنتوفة تنتوفة. الإحصاء هو إن تجيبها بالظبط، مش تعدها، تحصيها بالتفصيل. وقيل ان الصغيرة يا لهوي حالتك وقت المعصية، مش بس المعصية، يعني الكبيرة مثلا انه كان يا ساتر يا رب مثلا سرق سرقة، راحوا مع بعض يعملوا حاجات مش كويسة مع بنات مثلا، كباير مثلا، فربنا يقول له دي مش محسوب بس ان انت عملت كبيره مثلا ولا زنيت ولا سرقت ولا عملت حاجه، لا ده انت في صغير كمان حالتك وقت ما المعصيه، انت كنت قلبك فيه ايه وكنت كده. يعني مثلا انت لو حبيت تضحك على ربنا، ده يعني فرضا يعني ان حب حد يحاول يعني اللي هو يعني هيحاول يبرر افعاله مثلا، فيقول قايل مثلا ان انا كنت رايح مع اصحابي كده هم اللي خدوني، يوم ربنا سكرين شوت في آية يا رب ان بما معناه بتبقى حاجات كده اللي هي ايه زي مشهد كده هيتعرض عليهم الاعمال بتاعتهم عرض كده زي كانه عرض سينمائي، يوم ربنا زي ولله مثل اعلى سكرين شوت من الاعمال بتاعتك وشكلك وانت في المعصيه وقتها، يوم جايب سكرين شوت، ها بص شكلك كده، لا ده كان شكلك وانت رايح معاهم، انت كنت رايح معاهم بمزاجك، او عقلك بيقول كده وقلبك بيقول كده لا يا رب انا كنت رايح معاهم بمزاجي بس انا ما كنتش مبسوط. سكرين شوت، دي كانت حالتك وانت رايح معاهم، كنت مبسوط اهو، ابتسامتك اهي وقلبك كان بيزغزغ من جوه كده ومبسوط وانت رايح، وهنا كنت بتفكر في كذا وهنا كنت بتعمل كذا، كله موجود الا احصاها بتفاصيلها. سكرين شوت، فلفظ بقى، شوف هتفلفظ ازاي. قد الكلام ده احنا لا ما عنديش استعداد، جه الحقك ماشي عشان ايه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وكانوا عايز يقول له ها الكتاب ده بتاعك ولا انا ظالمك، لله المثل الاعلى، ولا يظلم ربك احدا ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون نقيرا. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني البلحايه التمره بيبقى حوالين النواه كده في بتاع رقيقه خالص، هي دي قد دي مفيش ظلم، مفيش ظلم، بالعكس ادينا لك فرص وبعتنا لك رسل وبعتنا لك ناس يوم يفكرك بالعداوه القديمه. ربنا يقوم مستطرد، يعمل استطراد كده اللي هو ايه، يقوم ياخد ايه، قاطع حته من المشهد كده ويجي فلاش باك كده ويرجع لك تاني. عشان ايه؟ عشان القران على راي الدكتور احمد بيقول بيعمل لك مخمضه كده، بيفوقك، بيرجرجك، بيقول لك فوق، يفكرك بالعداوه القديمه. واذ قلنا للملائكه، انا استغفر الله العظيم من جهلي زمان كنت اقول لربنا، ده حول ولا قوه الا بالله على الجهل، معلش يا رب، انا بس بقول لهم انا كنت باب مش جهر بالسوء والله، لا انا عشان ما غلطوش غلطتي بس، استغفر الله العظيم. كنت بقول لربنا يا رب انت الكتاب انت حاطط اي حاجه في اي حته، استغفر الله العظيم. كنت فاكراه، شوفي جهل الانسان وما قدر الله حق قدره، لما الانسان جاهل
مش عارف حاجه وفي الضلمه، بيسيء الظن بربنا وبيسيء تقدير الامور وبيسيء، يعني ما بيبقاش حاطط ربنا في قدره العظيم. الحمد لله انك خرجتني من ظلمات النور. لا يا حبيبتي، انا يعني كنت بقول يا رب ايه اللي جايب بتكلمني ماسكه بنتكلم في حاجه وتقوم جاي مكلمني عن اقام الصلاه في وقت احنا بنتكلم عن حرب، ايه اللي جاب ده يا رب؟ تحط اي حاجه في اي حته، استغفر الله العظيم واتوب اليه. انا فاهمك عشان يا جماعه انا بكلم الناس اللي كانت في البطاطا لاند زي زمان. فيطلعك فيقول لك ايه، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه. هو عمل الاستطراد عشان يقول لك الكلمتين دول، عشان يعاتبك العتاب ده، عشان قرصة ودن كده، كانك عارف ام بتيجي بابنها كده. افتتخذونه وذريته بتوع الطاقه اللي بيتعاونوا مع جن، شركيات تكوين والناس اللي بتحاول تطعن في السنه الصحيحه وتطعن في البخاري وتشككك في ربنا وتشككك في الدعاء وتشككك في قدرته وتشككك في كلامه وتشككك في القصص النبوي انه مش صحيح اصلا، تشككك عماله تلعب وتفتنك دجالين. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، ده هم اعدائك اصلا، تقوم واخدهم هم اولياء بدالي. يعني انا عايزه اخرجك من الظلمات للنور، بالله مثلا، وحبيب لك الجنه، واللي عدو ليك انت عمال توليه، يعني حاجه تجنن بذمتك، تجنن ولا ما تجننش؟ بئس للظالمين بدلا. انت بدلتي اسوأ بدل. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق وهم تجزم ويقول نادي شركاء ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم، فراحوا بقى يشوفوا فين قانون الجذب. مفيش قانون جذب، طلع مفيش قانون جذب. فين الحاجات البوذيه والهندوسيه؟ هناك بقى في الاخره، ما خلاص بقى ووضع الكتاب بقى وكل حاجه، كله بقى يلا صفا بقى كده نشوف هتتحاسبوا. يلا اتفضلوا بقى اندهوا كده على الحاجات الهندوسيه والبوذيه، مفيش. اندهوا كده على التمائم والحاجات الشركيات والاصنام، مفيش. اندهي كده يا استاذه على التوله والتوبله والاكسسوارز والتمام، مفيش. اسالي كده على الحاجات تنظيف الشكرات والحاجات معرفش في ايه تاني، ايه البلاوي الزرقاء اللي طالعه لنا دي، بندول الاسلام وكل ده ما ولا هتندهي هوا، مفيش، محدش هيرد عليك. اندهي بقى يا طاقه سلبيه يا طاقه ايجابيه، مفيش، محدش هيرد عليكي، مفيش الكلام ده. حاجات زباله، على راي دكتور هيثم طلعت قالها كده، قال زبالات الفكر الهندوسي والديانات الهندوسيه والبوذيه، جايب ككه من على الارض وبتقول يا جماعه الله حلو قوي، وسايب النور والجمال ده. بئس للظالمين بدلا فعلا. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. روح شوف مين هينصرك بقى. وراء المجرمون النار. ما ايه يعني، بصي كمان دكتور احمد بيقول ما دخلوش على النار على طول، لا هو الرعب، انتظار الرعب، يعني الاكتر بقى من النار هو انتظار النار وانت رايح عليها. انت عارفه ان المؤمنين هناك ان شاء الله مش هيسمعوا حسيسها، حتى النار دي انت مش هتشوفيها، يعني مش مثلا تعرضي على النار فتشوفيها فتتخضي، لا انت مش هتسمعيها خالص ان شاء الله بامر الله، حتى السمع مش هتسمعيه ان شاء الله بامر الله. وراء بعد ما عرضوا صفا، وبعد كده مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا كده دي، وبعد كده ودعوهم فلم يستجيبوا لهم. وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، اللي هو خلاص احنا داخلين ومفيش فلفصه. وقتها بقى اللي هي ايه في سوره النبأ، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني ما اتولدت، يا ريتني ابقى تراب كده زي الحيوانات هناك ربنا يجعلها تراب، يا ريتني ابقى تراب، يا ريتني ابقى حيوان، يا ريتني اتحول معزه بديل كده، ولا انيش خلاص النار قدامي اهي مفيش فلفصه، واجره كده بالاغلال. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، مش كنت بتقول مفيش ربنا وبتشرك؟ ايه الاخبار؟ ازاي الصحه؟ طلع في نار ولا مفيش؟ الفيديو ده حجة عليكي. ولم يجدوا عنها مصرفا، يا ساتر يا رب. وبعدها يقول لك ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. أنا قلت
وكان الانسان، بس انتوا اللي كنتوا بتجادلوا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. انا قايل بس انتوا اللي بتحبوا تجادلوا. انا قايل ان هي العيشه الضنك مش الاكتئاب، بس انت حابه تجادلي. انا قايل ان ما تشركيش بيا اي حاجه تانية خالص، بس انت حابه تجادلي وحابه تقولي لا. وايه المشكله؟ ايه المشكله لما يبقى في ده وده وده وده؟ عادي يطلع لنا اهو بلاوي زرقاء كتير اهي، شركيات كتير وبدع كتير اهو، قعدنا نقول ايه المشكله في دي ودي ودي وتساهلنا، ادينا طلع لنا بصي بقت عباره عن شويه بدع، وفي حاجه هناك خالص في اخر النور هناك خالص قاعده في الركن كده اسمها سنه صحيحه. يا حبيبتي تعالي يا روحي، ما حدش شايفك خالص ولا مركز معاكي. اللي مركز بس هم اللي في النور مش في الظلمات، اللي بيصلوا على النبي كتير، بيقروا سوره الكهف. هو ليه سيدنا موسى راح يشوف الخضر؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى ده يحصل اصلا؟ ليه راح؟ ليه قال واذ قال موسى لفتاه، اللي هو فتاه ده اللي هو تلميذه يعني، اللي هو يوشع بن نون اللي بعد كده بقى نبي. لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. طلعت القصه ايه سريعا كده؟ سيدنا موسى قعد يخطب في جمع بني اسرائيل، وقعد يخطب فيهم كده، وكانت خطبه يعني رائعه جدا، والناس تاثرت خالص وهز قلوبهم كده شويه خلاص. فواحد منهم الله يسامحه او هو كان الخير الحقيقه، انه قال له يا موسى عليه السلام، هناك في الارض، بمعنى بقى ان هل هناك في الارض اي حد اعلم منك عنده علم قدك؟ راح موسى صلى الله عليه وسلم او عليه السلام قال كلمه ربنا عاجبه فيها، قال له لا. كان المفروض يعمل ايه ساعتها؟ ربنا حب ايه؟ يعلمه. لا يا موسى يا حبيبي يا موسى، المفروض كنت تقول الله اعلم، ان العلم ده بتاع ربنا، تنسب الفضل ده لله، تنسب العلم لله. فراح ايه؟ راح ربنا اوحى لموسى ان لا، في على الارض من هو اعلم منك يا موسى. فموسى عليه السلام، احمد عبد المنعم بيقول ما راحش قال بقى وريني هو فين عشان اقتله، عشان اخلص منه، عشان شكلي قدام بني اسرائيل. ده انا المفروض ان انا ربنا كلمني تكليمه، انا اولي العزم من الرسل، انا الرسول هنا، ازاي يبقى في حد اعلم مني؟ لا 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 لا, لا. راح بمنتهى التواضع وقال بقى ايه؟ قال ان انا هروح بقى مجمع البحرين ده، عشان هناك هي دي المكان اللي هيتقابلوا فيه. لا ابرح، مش ماشي ولا مريح ولا متعتع او امضي حقبه، اقعد سنين ان شاء الله، حقبه يعني ازمنه كتير ان شاء الله، يا رب نقعد سنه كده، بس ايه، بس اشوف اتعلم من الراجل اللي عنده علم ده. اما باجي فكان في علامه انه لما هتعرف فين المكان، لما تلاقي الحوت اللي معاكم اللي هي السمكه يعني، تنزل بعد وهي ميته تقوم وتجري كده. فيوشع بن نون نسي، حبيب قلبي نسي يقول، كان سيدنا موسى نام ويوشع بن نون شافها ونسي، فالشيطان ايه؟ فالشيطان نساه. ان اللي حصل مع سيدنا موسى كان شيء طبيعي ان هو يستنكر. يعني سيدنا موسى هنا ما غلطش لما قعد يقول شيئا نكره، لقد جئت شيئا امرا، الحاجات دي كلها استنكاره شيء فطري وسليم جدا، وربنا قاصد ان يحط لك حاجات من الطبيعي ان انت تستنكريها بفطرتك السليمه. يعني لما جه سيدنا موسى، هو احنا ينفع نغلط سيدنا موسى انه استنكر حاجه عظيمه زي القتل؟ ما ينفعش. انت لو مكانه بفطرتك السليمه هتعملي ايه؟ هتستنكري برضه، لا اله الا الله. يعني يبقى شايفه قتل لو ايه، وكان ذكر انه كان طفل لطيف وظريف وكان عسول جدا ودمه خفيف والناس بتحبه، وامه وابوه كانوا طايرين بيه طير، فيبقى قتل. لا، وطريقه القتل كانت ايه كمان؟ انا بس مش عايزه يعني كان قتل عنيف جدا، مش مثلا كده، لا، قتل بعنف. فانت لما تيجي انت تقولي ليه يا رب كده سايب اطفال الشوارع، ربنا بيرد عليكي يقول لك فطرتك سليمه، انت فعلا عشان قلبك طيب، وعشان نفسك تشوفي الخير في الارض، ونفسك الخير يعم، ونفسك تشوفي نصر. طب ليه يا رب ما بتنصرش حبايبنا هناك ويعني وشهداء ويتردموا ويتشردوا ويطلعوا ويتهجروا من بيوتهم، وشهداء كتير، واللي يموت له ابنه واللي يموت له امه واللي يتيتموا؟ ليه كده يا رب؟
يقول لك فطرتك سليمه، انت نفسك تفرحي ان الدين ينتصر، نفسك تفرحي ان الامه تنهض، انت فطرتك سليمه. بس انا قايل لك في سوره الكهف اللي طالب منك محمد صلى الله عليه وسلم، انا طلبتها منك عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه، حضرتك سعادتك يعني، انه موسى عليه السلام اللي كلم الله تكليمه ومفروض يبقى خلاص مستسلم تماما، استنكر برضه رغم ان الخضر خد منه عهد انه لا تسالني حتى ايه عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. انا اللي هقول، ما استنى، اصبر، ما تستنكرش، لان انا هعمل حاجات عقلك غير قادر على استيعابها. الخضر بيمثل القدر، القدر بيقول لك اني او ربنا يعني انه انا بعمل حاجات بحكمتي وعلمي، حاجات انت مش قادر على ان انت تستوعب انها رحمه، مش بس حكمه، رحمه في الاخر خالص. ففكره ليه كده دي من حقك فعلا تقوليها، انت فطرتك سليمه، من حقك. بس ربنا يقوم قايل لك حبيبه قلبي، لا ما ينفعش اقول حبيبه قلبي، حبيبتي انت حبيبه ربنا، فيقول لك يا حبايبي حتى فطرتك السليمه وانت بتستنكر حاجات النكره وقتل وحاجات كده، واني ليه يا رب يبقى نيتهم خير في ويسترزقوا وتعمل لهم كده، يبقى هي دي نهايتها، هي دي يعني اللي يعمل خير يحصل له كده، ليه كده يا رب؟ يقول لك ما تنساش، انا بقول لك كل جمعه اهو في الكهف، ما تنساش انه كله رحمه من ربك. انا اعلم انا بعمل ايه جيدا، بس انت لا تعلم. يبان لك من بره انها، بس ايه انت اللي مش فاهم. هو قاعد يقول واما الجدار، قاعد بقى ايه يشرح له اللي حصل، واما سفينه، واما الغلام، واما الجدار، وما ايه رحمه من ربك وما فعلته عن امري. مش انا اللي عملت ده، انا اجمد واحد جدا قوي خالص، لا لا لا، قال وما فعلته عن امري، ده علم الله. انسبي دايما الفضل لله يا بنتي، ما تنسبيش اي حاجه لنفسك عشان نعم تدوم ما تروحش منك. وفاكره لما هناك في اسم الله الحكيم، لما بقول لك انا بفكر معاكي بصوت عالي ان كلمه رحمه من ربك مش على اخر حاجه بس اللي هي بتاعه الجدار، دي على كله كمان، لان كان كلها رحمه. تصدقي ان الكلام طلع صح؟ ابن كثير فعلا ان هو واحد من اللي كانوا بيفسروا القران مال الى الراي بتاع اني مش اني رحمه من ربك الاخيره للجدار بس، لا لا لا، كله كان رحمه، كله كان رحمه. فعلا الكلام طلع صح، احنا طلع الحمد لله، كنا بنفكر مع بعض في ستاري وطلع الكلام صح فعلا الحمد لله. حاجه كمان الحته دي مهمه بشكل، انا هكملك بالحته دي واقول لك على الحته المهمه بعدها، ان احمد بيقول لك بقى ايه، انت كملي الرابعه بقى، واما المصيبه واما الشغل، قولي لنفسك بقى، فكري نفسك وحاولي تعرفي حكمه ربنا فين، بس لو ما عرفتهاش استسلمي. ليه صوره مهمه زي دي لازم تقري ليه كل جمعه؟ ليه نور ما بين الجمعتين؟ ليه انا كنت بفهم النور بس اللي هو نور الايمان، واللي هو ايه الكلام اللي هو الوهمي ده، اللي هو مش الوهمي اللي انا مش فاهماه، يعني النور ما بين الجمعتين اللي هو حاجات بتاعت ربنا دي وبناخد عليها حسنات فنور بقى لا لا لا، هو طلع فعلا نور. انا لو قريت دي كل جمعه فانا فاكره اني ابتلاءات، دي زينه الحياه الدنيا، ايوه ده اختبار، ليس للظالمين بدلا، ايوه كل ده رحمه من ربك، طب تمام، ان الله وانا لا يرجعون، ايه ده ممكن يا ربنا يبدل حال من حال الى حال في قصه الجنتين، طب خير ان شاء الله هندعي. نور فعلا، تلاقي نفسك ما بين الجمعه والثانيه الدنيا بتنور، الجمعه اللي بعدها الدنيا بتنور. هو ده تدبر القران اللي بتكلم فيه، مش النو دي انساها من حياتك، انساها من حياتك. واما المصيبه، كملي انت بقى، واما المصيبه اللي جت فكانت رحمه وربنا كرمنا، واما العربيه اللي فوق الفتحه اللي فوتناها كانت رحمه، واما الشغل اللي انت سبته كان ربنا اداك بداله احسن وكان رحمه، واما عدم الخلفه كان بالنسبه لك كان رحمه، واما لما سبت الشغل كان رحمه، واما الدرجات الاقل اللي انت جبتيها ودخلتي كليه ثانيه كان رحمه، واما الظروف الصعبه والابتلاءات يا الله والعيشه الصعبه قوي قوي قوي، كل ده يطلع رحمه، كل ده يطلع ارزاق بعدين، بس محتاجه قلب مؤمن عشان يبلع ده ويستسلم. في كلمه خطيره مش قادره اعدي الفيديو من غيرها، يعني بيقول لك لما كان
الرحمه بتاعت ربنا في حاجه دنيويه زي بتاعت السفينه. هو ربنا هنا رحمه من ربك عشان ايه؟ عشان حاجه للاخره ولا حاجه للدنيا؟ انقذهم لحاجه للدنيا صح. فكانت المعالجه ان ربنا يعالج او يحل يعني الموضوع ده او ينقذهم عن طريق ايه؟ عن طريق خرق، مجرد خرق، ودي حاجه بسيطه جدا تتصلح بخشبتين صح. اما لما كان الموضوع كبير زي الدين، بص الحته دي مهمه بشكل، هي دي اللي ربنا عايز يبدل ويديك النظره الايه، النظاره القرانيه اللي بقولك عليها. اني لما كان الموضوع في الدين، لما كان موضوع الغلام كان ايه؟ يرهقه، خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. وقيل كمان ان مش بس هيتعبهم ويطلع عينيهم وكده طغيانا وكفرا، ده كمان كان خوفا عليهم من كتر حبهم لابنهم ان هم يطوعوه في كفره فيكفروا هم كمان. كده احنا انقذنا كام روح من النار يا روحي؟ 3، الاب والام والطفل. والطفل ده كان غلام لسه ما بلغش الحلم، فلما يموت دلوقتي يروح فين؟ انقذناه هو كمان على فكره، هيروح على الجنه. رحمة من ربك ولا لا؟ معلش كده، معلش ردي عليا كده. ها؟ رحمة من ربك. لا وبص ايه، الحتة دي خطيرة قوي قوي، نبهني ليها، مش ممكن، الحتة عميقة جدا. لما كان الموضوع دنيوي عالج الموضوع بالخرق بس، خرقتها لتغرق اهلها، يعني لما شال الايه، الخشبتين دول يعني حاجه غريبه جدا، المفروض ان انت دول ايه، اكرمونا صح كده. اما لما كانت المصيبه في الدين، وكلمه الدين معناها ان ايه، عشان حاجه تبع ربنا يعني، فاحنا عايزين معلش عشان خاطر ربنا، لا ده عشانك انت اللي اخرتك هتبقى زي الزفت، مش زفت عادي، لا ده جهنم حمراء. في السنه اللي فاتت لما كنا، فكانت المعالجه والحل لها كان القتل، اللي هو كأنه ربنا بيقول لك أنا نعمل أي حاجة بس ننقذ الأرواح من النار. الفكر ده، المعنى العميق قوي ده، يبين لك إن أنهي أهم من أنهي، إن يديك الإيه، الدنيا على قدها ويكبر لك الآخرة جدا في عينيك. مهم جدا، مهم جدا 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 جدا، المعنى ده خطير. انت دكتور احمد جابوا لك، بقول لك ايه، دكتور احمد عمال يجيب تفاسير وانا على الجاهز جاي اخد منه على الجاهز. يعني هو يتعب وانا اخد على الجاهز، معلش هو بثوابك بقى، كل الناس اللي هتسمعني بثوابك انت كمان. يقول لك انت ممكن سعيك بتاع النهارده ومحاولاتك لنصرة الدين او محاولاتك للاحسان للخلق او سعيك اللي انت بتعمله مش شرط تشوفه انت، ممكن يشوفه سابع جيل بعدك. وصلنا لاخر قصه خالص في سوره الكهف، هي قصه ذي القرنين. انا هحكي بسرعه خالص، مش هحكي القصه، انا هحكي المستفاد منها. بدا قصه ذي القرنين بإنا مكنا، وقعدوا يقولوا ان ذي القرنين وذي القرنين وعنده قوه، بدا بإنا مكنا. هو خد بالاسباب مش اكتر، انما مين اللي بيمكن؟ ربنا اللي بيعمل الحاجه في الاخر. امتى ربنا يمكنك؟ يبقى ليك تمكين في الارض ويبقى ليك كلمه وهيبه كده ويبقى معاك قوه، لما تؤمن بالله وحده بلا شرك. ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هو انت مش هتغير سنن ربنا، يعني انت مش هتاخد ولايه الله بمعصيته، مستحيل. ولا يبقى لك تمكين ولا اي حاجه. ولو لقيت نفسك ممكنه على الارض فده استدراج، انا لسه حكيها لك. هنا النظاره القرانيه بتقول لك ان الناس تقول ان هو جامد جدا ذو القرنين وعمل وسوى، لا، ربنا بالقران يقول لك حاجه ثانيه، يقول لك إنا مكنا. الناس تقول لك ان الحياه حلوه قوي وزينه، لا، القران يجي يقول لك لا، الدنيا زينه الحياه الدنيا، ما هي الا زينه، وده بس عشان نبلوكم ايكم احسن عملا، الدنيا دي ولا حاجه. الناس تقول لك ده اكتئاب، القران يقول لك لا، دي المعيشه الضنك. هتصدقي مين؟ الناس تقول لك ان ده قانون جذب وعادي، يعني ده تفاءلوا بالخير تجدوه، ويحاولوا يحطوا لك ده مع حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. يقول لك لا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها الاثنين مع بعض، حاجه اسمها ربنا بس. لا اشرك بربي احدا، الله الاحد بس، مفيش حاجه ثانيه معاه. هتصدقي مين؟ خلاص. يقول لك بدع عادي يعني ما فيهاش حاجه، لا، فيها حاجه لدرجه ان احنا بقينا غرقانين في البدع اهو. في انكار للسنه وعادي، وربنا قال اني خذوا كتاب الله
يقول لك انكار السنه لا، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صريحه وواضحه اهو. انت فاكره انه طالما بكلمك بقى عن ربنا وان الدنيا دي مش مهمه تبداي تكسلي في الحاجات الدنيويه المهمه، السعي، الاتقان، اني لا عادي يا عم ماشيه كده، اي حاجه دي دنيا اصلها، دي دنيا. لا 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 لا، ربنا يرجع برضه يصلح لك نظرتك للامور ويقول لك لا لا، ده وراكي اذا كان فاتبع سببا وعمل احسن حاجه عنده وخد بالاسباب وعمل، وفي الاخر ربنا ان مكنا. بص الحته دي جميله جدا جدا، دكتور احمد عبد المنعم بيقول ان في سوره سبأ حته جميله بشكل، يا جبال واوبي معه والطير والنا له الحديد. طوعنا الحديد ليه تطويع، انت لما في ذكر طول اليوم وتسبيح طول اليوم يخلي. فاكره لما كنت بقول لك في اول فيديوهاتي اللي خلص وانا لسه في مصر قبل ما اروح المدينه، لما كنت بقول لك والله الحديد بقى في ايدي زي الجيلي، حاجه صعبه عليا جدا ملهاش حل كانت، بس هي تتطوع فيكي في ايديكي زي والله والنا له الحديد فعلا. وده تشبيه مجازي ان هيطوع لك الحاجات الصعبه في ايديكي والله بذكر طول الوقت. صاحب الجنه، صاحب الجنتين قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا، انا اجمل حاجه جدا قوي خالص. لا ذي القرنين قال ايه بعد ما بنى السد؟ ده بقى رحمه من ربي، ربي الاحد. بنرجع الفضل لربنا. بس انا عايزاكي بقى تتخيلي الايات الاخيره اللي في سوره الكهف، لما يجي ربنا ويقول لك حاجه بقى فظيعه جدا، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. مخيفه، انت عارفه دلوقتي انا هقول ايه، مخيفه صح؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بتوع الطاقه يا بنتي والحاجات والبدع ودي عمالين يفحطوا في الصخر وكورسات ويحاولوا يتدبروا القران ويعملوا حركات وبتاع. تخيلي كل ده يبقى مش في ميزان في الهوا، لا في ميزان السيئات. يا الهي، يبقى ميزان السيئات مش في الهوا، مش في الزيرو، لا في ميزان السيئات. يعني مش يقفوا حتى على الاعراف، لا يعني ما هو في جنه حضرتك دلوقتي، في جنه، في نار، وفي على الاعراف. انت عايزه تروحي فين؟ يعني انت عايزه تروحي فين؟ هتقولي لي ماشي، يعني حتى لو مفيش زيرو دينا يا ستي مش هنروح النار وهنقف على الاعراف. انت عايزه تقفي على الاعراف تعملي ايه؟ يعني توقفي ميكروباص؟ يعني هتوقفي على الاعراف تهببي ايه؟ انا عايزه افهم. عايزه تقفي على الاعراف الى خالده فيها تبقى قاعده كده لاقعدنا على الطريق؟ يعني انت عايزه ايه؟ انا عايزين نروح الجنه ولا ايه؟ دي حاجه خالدين فيها. هو ايه التهريج ده؟ لا دول بقى مش حتى مش يعني زيرو، لا بقول لك يا لهوي، اولئك الذين، مين هم يا حبيبتي؟ يا حبيبتي اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. خد بقى عملك كله اللي انت قعدت تعمله ده كله تاني وحاجات وماجستيرات ودكتوراهات في اي كلام طلع، وهتتفاجئي ان هو مش دكتور ولا حاجه ومش اخصائي استشاري مش عارف ايه ولا حاجه، وانه طلع انه ما كانش مكمل اصلا تعليمه كمان. روحي قرار ازاله وانت تعرفي، روحي. هو انت بتصدقي اي حاجه واي كلام وخلاص. لا حول ولا قوه الا بالله. حد دورتي ورا حد؟ رحتي شفتي هو صادق ولا مش صادق؟ فعارفين ان انت هتبلعي الطعم. يحط لك بقى لابتوب كده شكله جامد جدا قوي وخلفيه فظيعه، فانت تصدقي تقولي بس ده هم عايشين النعيم والدولارات يا عم بترف على دماغهم، كل حاجه بتجيلهم، فيلا نمشي ورا اللي بيقولوه. يا رب يهديك. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا. كلمه واتخذوا حاجه انت انا مش عارفه انت سمعتيها ولا قبل كده. متخيله اني نضيع وقته في شرك. كلمه حتى مش مثلا استهزأوا، يعني ربنا ما قالش مثلا وهزأوا مثلا او استهزأوا باياتي ورسلي، لا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا. وكان عايز اقول لك في ناس واخداها شغلانه فعلا، في ناس فاتحه قنوات بس تهزأ وتنكر السنه وتنكر بخاري وتعمل مش عارف ايه، ناس خدتها شغلانه بس كده، قاعدين كده شغلانه فعلا كده كيف ومزاج، وشغلانه فعلا بيقبضوا فلوس عليها التكوين. والناس دي انت ضربت اخرتك كده كلها بحفنه من بتنتوفه. ايه ده بئس فعلا الظالمين بدلا. دي ايه الضلال ده يا رب؟ ده ايه الغفله دي يا رب؟ فوقهم وما تفتناش في ديننا يا رب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وبالله بالله بالله يا رب اقسمت عليك يا رب. ايه ده دولارات ايه بقى وملايين ايه ونيله ايه وعربيات ايه وفلل وقصور ايه وساريات خاصه ايه اللي عماله انت بتحاولي تجري وراها وعلاقات الله اعلم هي حلال ولا حرام. انت بتعملي ايه بس؟
الله الأحد يا بنتي. ونكمل خلاص آخر آيتين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يا أهلا وسهلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. من كتر حلاوتها تحاول تجيب عينيكي كده ولا كده، مش قادره، اللي هو مش عايزه اي حاجه ثانيه. مش دلوقتي انا هنا في كل متعه، مش ممكن من متعه للثانيه ومفيش زهق. ربنا انت عامل، يا رب انت عامل كام متعه عشان تكفي كل المليارات والبليارات، في ارقام ايه اللي خالدين فيها من غير زهق، متعه متجدده. انت عامل ايه هناك يا رب؟ ايه اللي يعني خليني اقول للناس اللي عندي، ويعني خليني اخلص بقى ورقتي. قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي ما نفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هات زي البحر ده تاني حبر تكتب بكل علم ربنا ما يكفيش. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اخر كلام ايه بقى يا حبيبتي هيتقال هنا؟ على الله الاحد ان لا شريك له، انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد.